عشان نخش مع بعض في موضوع الندوة. أنا أصلا بداية كلامي عن التغذية العلاجية أو أسلوب أكلك ممكن يتحكم في جسمك، ممكن يتحكم في نفسيتك، ممكن يتحكم في حاجات كتير قوي في حياتك. ما كانش النتاج صدفة، ولا كنا بنفكر ساعتها إن احنا نعمل حاجة عشان نكسب جمهور او نكسب حاجة تانية من ورا الكلام ده. هو كان مصلحتكم اول حاجة قدامي، يعني وان انا اشوف حد مريض بيتألم ومش عارف سبب مرضه، حاول ياخد النصيحة الطبية من كذا جهة. انا راجل بتاع رعاية مركزة، طول عمري بشوف الحالات في اخر ستيج، بشوف الحالة يعني زي ما بيسموها انعاش. واحنا كنا عشنا الموقف ده يعني فترات طويلة، عشنا ايام الكوفيد وعشنا ايام الثورة. شفنا حالات كتير ارواح بتروح قدامنا، اللي لحقنا قدرنا عليه واللي ما لحقناهوش في رحمة ربنا اكيد ان شاء الله. خلصت بقى من تجربة حياتي ان احنا المرض تعددت اشكاله وتعددت اعراضه، اشتركنا كتير فيه، تواترت الامراض بصورة فجة. الطب وقف كتير قوي، عاجز قدامها، عجز عن تفسيرها قبل ما يعجز عن علاجها. كان وظيفتي الوحيدة بقى ان انا هنا نحاول نخرج من الاطار ده،